أعذرني الإخوان الطلبة والطالبات الذين واللائي المحضورنا في ملتقيات سابقة بأن أشرح من جديد ما أقصده، لأني سأستعمل هذه الكلمة في سياق ولا بد من شرح المصطلح. عندما ينحت الإنسان مصطلحا لا بد أن يشرحه. أستاذي المرحوم الدكتور عثمان أمين كان يسميه الاستخراب، هذا الاستعمار يعني. وأخونا الدكتور أظن موجود هنا يسميه الاستحمار، وأنا سميته الاستدمار. المفسرون يفسرونها بهذه الطريقة، أنه تعمير الأرض هو عمران الأرض، أولا سكناها، اسكنوا الأرض، اسكنوا هذه الأرض وهو عمرانها، عمروها وعمروها، اخصبوها، افلاحوها، صنعوها، استثمروها، استغلوها. هذا هو المقصود بالاستعمار. الله استعمرنا، جعلنا، خلقنا في هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لنستغلها ونستثمرها. الله استعمرنا. إذا قلنا فرنسا استعمرتنا وبريطانيا استعمرتنا والبرتغال وبلجيكا، فكأننا نشرك هذه الدول في استعمار الأرض، نشركها مع الله في استعمار الأرض، وهم لم يعمرونا بل دمرونا، كما أقول دائما: دمرونا وزمرونا، ولا نزال نعاني ولن نزال نعاني مدة طويلة إذا لم يتداركنا الله في كصالح في ثمود. فإذا لا ينبغي أن نلقي دائما هذه التبعة الواقع الذي نعانيه اليوم دائما على هذا الاستدمار والمستدمر والمدمرين، بل المسؤولية تقع علينا كلها كاملة. وعن موضوع وحدة العبادات يعطي مولود قاسم نايت بالقاسم مثالا عن بدايات الشهر رمضان الفضيل، وذلك الارتباك الذي يصيب البلدان المسلمة واختلاف أول أيام الصيام في عدد منها. أفتى رشيد رضا منذ أكثر من 65 عاما، وأفتى على الفاسي كذلك بهذا الموضوع، في استعمال التقويم القمري الذي نادى به القرآن الكريم: ولتعلموا عدد السنين والحساب في أكثر من آية. ولتعلموا عدد السنين والحساب في أكثر من آية، خاصة بالنسبة لشهر رمضان خاصة، وكذلك بالنسبة لوقوف عرفات، ولكن خاصة بالنسبة لرمضان ولعيد الفطر. ولتعلموا عدد السنين والحساب. أفتى رشيد رضا منذ أكثر من 65 عاما، وقال بالرؤية الحكمية التي يقول بها العلم، عملا بالآية القرآنية: ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأفتى على الفاسي كذلك بهذا المعنى في مقاصد الشريعة في مقال ضخم واسع مطول عريض. وأفتى آخرون، وأفتى الشيخ طاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة سابقا، وفلان 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 وآخرون من عمان وغيرهم الكثيرون. ومع ذلك لا تزال الأمور كما هي، ومع ذلك لا نزال نسمع: وإن غم عليكم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. بعد 15 قرنا من نزول اقرأ، وهي الآية الأولى في القرآن من نزول اقرأ، وبعد أن علمنا البشرية الأرقام، الرياضيات والأرقام والقصور وكذا وكذا إلى آخره، والجبر والهندسة، لا نزال نقول: عدنا إلى الجاهلية الجهلاء ونقول نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. إذن متى سنخرج من هذا؟ إذا كنا في العبادات كما قال سيد الوزير في كلمة الافتتاحية، إذا كنا في العبادات فقط، في العبادات، ولا نستهين بهذه التعبير بالعبادات أبدا، ولكن لا ينبغي أن ننزل إلى هذا المستوى، أو ما سماه أستاذنا الغزالي الفقه دورة المياه، يعني فقه المرحاض، أو كما قال الشيخ محمد طارق الونيسي: الأمم تتعلم كيف تنجع، يعني كيف تنجي ولا تنجى، ونحن نتعلم كيف نستنجع. لا، ينبغي أن نتطور قليلا، لأن الخطر محدق بنا، لأننا في مصير، لأن مصيرنا مهدد. ينبغي أن نأخذ الأمور بجدية، ونلح ونكثر الإلحاح والإلحاف على المسؤولين حتى يتخذوا قرارا سياسيا في الموضوع. لا بد أن يطرح هذا الموضوع على مؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية ومؤتمر القمة وكذا، إذا يفصل فيه على مستوى السادة العلماء والسادة علماء الفلك. كيف هذه المسخرة، هذه فضيحة، هذه خزي وعار وعيب وكارثة وداهية ومصيبة وبلية.